السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو لقاكم نتوما بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي يكون تشيز برجر سلايدر اللي ساهل بزاف التحضير ديالو، كيعجب الدراري الصغار. كنتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي العجينه. هنا خديت نص لتر ديال الحليب بارد وضفت ليه بيضه كامله، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه صغيره ديال الملح ونص معلقه ديال السكر. غادي نخلط هادشي كامل بالطراب اليدوي ونخليه في واحد البول اللي يكون كبير اللي هو اللي غادي نعجن فيه. غادي نغطي هذا الخليط واحد 10 ديال الدقائق حتى يبدا يتفاعل على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نضيف الدقيق اللي هو 600 غرام. فعينكم ميزانكم، ضيفوا نصف الكميه ومن بعد بقاو تضيفوا شويه بشويه. فهنا درتها في العجانه الكهربائيه، ممكن تعجنوا غير بيديكم. وملي تجمعات لي العجينه مزيان على هذا الشكل غتكون شويه قاصحه، غادي نضيف لها ملعقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، وغادي نبقى نعجن حتى تدخل ديك الزبده كامله في العجينه. فهنا غادي نخلي العجينه حتى تدلك مزيان، من بعد غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها وندوزو نديرو الحشوه. هنا خديت واحد المقله درت فيها ربع كاس من زيت الزيتون، واحد البصله كبيره مشلضه، وغادي نضيف لها معلقه كبيره ما بين القزبر والمعدنوس ونشحر شويه. غادي نضيف نص كيلو ديال الكفته. فهنا استعملت كفته ديال الغنمي، نتوما استعملوا اللي بغيتو، يعني اما غنمي ولا البكري. غادي نشحر هاد الكفته مزيان، ومن بعد غادي نضيف واحد الثومه. هو الصراحه الوصفه ما فيهاش الثومه، ولكن انايا ما تنقدرش على الريحه ديال كفته الغنمي، كتكون شويه مجهده، فكنضيف ليها هاد الثومه هذه كتنقص الجهد ديالها. فالثومه صغيره كافيه، وإلا استعملتوا الكفته ديال البقري فما غاديش تحتاجوا. درت هنا الملحه دائما على حسب الذوق ديالكم. وغادي ندير ملعقه صغيره ديال البزار، نصف ملعقه ديال البابريكا اولا التحميره، وغادي نشحر مزيان. وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال النعناع اليابس، كيعطي واحد المذاق رائع وزوين. الا متوفرش عندكم بلاش، او لا عندكم النعناع الطري قطعوا واحد جوج عريشات ولا ثلاثه واستعملوهم. ودرت هنا ربع ملعقه من القرفه، حتى هي كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف. وهنا غتكون عندي الحشوه واجده كما شفتوا. هنا غندوزو العجينه اللي كانت خمرات وضاعف الحجم ديالها كما شفتوا. غادي ندوز ناخذ واحد الطاوه تكون شويه كبيره. فانا الطاوه اللي عندي 45 على 35. احسن حاجه ديروا شي طاوه اللي تكون طالعه من الجناب. وهنا بديت كندير كويرات صغار بالحجم ديال مندالينا هكا صغيره. فديروا كويرات يكون الحجم ديالهم صغير. وهنا كملت الكويرات كاملين، غنخليهم يخمروا تقريبا واحد 30 دقيقه، ومن بعد غادي ندهنهم بصفار البيض مخلط مع شويه ديال الحليب والخل. ومن بعد ما نرشهم بجنجلان غادي نكون سخنت الفران على درجه ديال الحراره تكون شويه عاليه. ندخلوا الكريسه الفران ونشهدوا عليهم شويه العافيه. من بعد ملي نشوفهم تنفخوا نقصوا العافيه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم، من بعد نحمروهم من الفوق ونخرجوهم من الفران. وكانت النتيجه على هذا الشكل هذا كما شفتوا، كيجيو هشاش بزاف ورطبين. هنا من بعد ما بردوا واحد شويه، صراحه انا ما خليتهمش حتى بردوا مزيان. غادي ناخذهم وغادي نقطعهم من الوسط، يعني غادي نقسم هاد الكويرات على جوج. استعملوا واحد الموس اللي يكون مسنن هكا باش يعاونكم. ومن بعد ما قسمتهم، فانا درت هذه الطريقه لان باقيين سخان، خفت لا ملي نقلبهم يتفرقوا كاملين. خديت واحد البلاطو وهزيت به القسم الاول على هذا الشكل، ومن بعد القسم الثاني غادي ندهنو بشويه ديال المايونيز. فكاين اللي كيزيد المايونيز على الكفته، ولكن انا الصراحه جربت هذه الطريقه وما عجبتنيش. فكندهن داك النصف الثاني بالمايونيز، ومن بعد غادي نستف عليه مربعات ديال الجبن. الا كان عندكم جبن الشيدر هذاك الصفر يكون احسن، ولكن الصراحه انا هذا الشيء اللي متوفر عندي دابا، فكل مره كنديرها بطريقه وبالجبن اللي متوفر عندي. الا كيعجبكم الفرماج بزاف تقدروا ديروا جوج طبقات ديال الفرماج، طبقه فوق طبقه.
على حساب الذوق ديالكم. ملي غادي نكمّلوا غادي نضيفوا الحشوة اللي درنا ديال الكفتة غنسرحوها كاملة، وهنا ملي كمّلت وسرّحت هاداك الكفتة بطريقة متساوية غادي نعاود نزيد واحد شوية ديال الفرماج محكوك من الفوق. فإلا كيعجبكم الفرماج يكون كتير في هاد الوصفة فكتروا الفرماج يعني على حسب الذوق ديالكم، ومن بعد نضيف الطبقة الأولى على هاد الشكل هذا. يعني الطريقة باش حيدتها وباش رديتها كانت ساهلة بزاف، فإلا خفتو تقطع ليكم هاد الكويرات هادي يعني تفرقوا على بعضياتهم فديروا هاد الطريقة اللي درت راها ساهلة. كما شفتوا راه رطب بزاف. غادي ندخلها للفران اللي غيكون مسخن على درجة ديال الحرارة متوسطة. من بعد غادي نقص ليه الجهد بزاف وندخلها باش يذوب هذاك الفرماج، ومن بعد راه خرجتها. هنا غادي ندهنها بشوية ديال زيت الزيتون. هاد المرحلة هادي كاين اللي كيديرها قبل لا تدخل الفران، ولكن أنا جربتها قبل، فهاد الكويرات كيوليو مقرمشين من الفوق بزاف بحال تيقساحوا. فأنا كنخلي هاد المرحلة حتى كنخرج الوصفة من الفران، عاد كندهنها بزيت الزيتون أولا الزبدة، وكتجي على هاد الشكل هذا. كيجيو الصراحة رائعين زوينين كيعجبوا الدراري الصغار. وهذا اقتراح للعشاء ولا الغدا سريع وزوين، ما تيكلفش وما تياخذش بزاف ديال الوقت، وولادكم غادي يكونوا فرحانين بهاد الوصفة. كما شفتوا معايا العجينة راه كتبقى رطبة وزوينة، وحتى إلا بقى لكم شوية من الوصفة ودرتوه في الثلاجة وعاودتو سخنتوه النهار الآخر فغادي تبقى يبقاو هاد الكويرات رطبين بزاف وزوينين. كنتمنى إن شاء الله تكون هاد الوصفة ولا هاد الاقتراح ديال العشاء ولا الغدا اللي درت معاكم اليوم عجبكم. دائما شجعوني إلا عجبكم الوصفات ديالي. شكرا لكم على المتابعة وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.